طرقوا ليها اليوم. كان واحد النهار كنت خدام في واحد المركز ترابي ديال الدرك الملكي، وتعلمنا تقريبا مع شي 4 ديال العشيه. علمونا شي ناس، واحد السكان ديال واحد الدوار، بانهم لقاو واحد الجثه ديال واحد الشاب. مجرد ما تعلمنا بهذا الخبر هادي، علمنا الرؤساء الاداريين وعلمنا النيابه العامه، وكونا واحد الفريق وتحت اشراف ديال قائد المركز، واحد الرجل اللي كان محنك، وانتقلنا لعين المكان. هاد البلاصه فين تلقات الجثه ديال هاد الشاب كتبعد تقريبا بشي 40 كيلومتر على المقر فين كاينه لابريغاد. ملي وصلنا كانت الطريق خلاص، كان مشينا شي شويه في الكودرون، وكانت تقريبا 7-8 كيلومتر بيست غنطلعوا لجهه واحد الغابه. ملي وصلنا لعين المكان كنلقاو الناس ديال الدوار مجموعين. طلبنا منهم باش يبعدوا على الجثه حفاظا على الاثار اللي ممكن تكون مرتبطه بهذه الجريمه. بالمعاينه الاولى كيبان لنا واحد الشاب تكون عنده 36-38 سنه، مكتف من يديه كانوا اللور مكتفين، ورجليه مكتفين، وفيه تقريبا شي 5 ديال الطعنات على مستوى القلب وعلى مستوى الصدر ديالو. وحاجه اخرى، كان الوجه ديالو تحرق. هاد المجرم ولا هاد المجرمين اللي قتلوا هاد الشاب هذا حرقوا ليه وجهه، وتحرقوا حتى بعض اطراف ديال الجسد ديالو، والحوايج ديالو ديال الفوق اما لتحت بقاو حوايجو ما تحرقوش. لحسن الحظ بان البصمات ما تحرقوش، ما بقاوش. سولنا الناس اللي كاينين تما، الناس ديال القبيله وديال الدوار اللي ساكنين تما، واش كيعرفوا هاد الشاب. كلهم اكدوا بان هاد الشاب هذا غريب وعمرهم شافوه في الدوار وماشي من ولاد الدوار. هنا كنا امام واحد المحك. اشنا هو هذا المحك؟ هو ان الهويه ديال الجثه مجهوله، حتى الملامح ديال الوجه ما بقاوش. ما تقدرش تعرف على ديك الجثه من خلال الملامح ديال الوجه، نتيجه ديال الحروق اللي كان تعرض لها. خدينا اول حاجه، خدينا الصور الحاله ديال الامكنه من جميع الزوايا، ومن بعد غادي نباشروا المعاينات ديالنا. من خلال هاد المعاينات درنا واحد العمليه ديال التفتيش الجسدي بحضور واحد 2 ديال الشاهدين على الجثه. الهدف من هذه العمليه هذه ربما تكون عنده اوراق ثبوتيه ديالو، تكون لاكارت ناسيونال ديالو، ولا تكون شي حاجه اللي تقدر تدلنا على الهويه ديال هذه الجثه اللي مجهوله الى حد الساعه. كما ان الهدف من ذاك التفتيش الا كانت عنده شي فلوس باش تحجز وباش حفاظا على الممتلكات ديالو، الا عنده شي حاجه ولا باش تمشي للعداله. الفلوس ما لقينا عنده حتى شي حاجه. ومن خلال النظره الاولى والتحليل الاولي للجثه والحالات الامكنه كيبان بان هاد جريمه قتل غادي يكون الدافع ديالها هو تصفيه ديال الحسابات. بالطريقه باش تقتل داك السيد مكتف من رجليه ومحروق ومضروب بالموس، يعني شي واحد كيحقد عليه حقد دفين، واحد الحقد اللي كبير باش يمثل الانسان بالجثه بداك الشكل، الا وكيكون واحد الدافع اللي هو قوي بزاف. من بعد ما كملنا المعاينات ديالنا، استعنا فرقه ديال التشخيص القضائي اللي التحقات بعين المكان، اللي كنسميهم جنود الخفاء. التحقوا بينا باش يديروا حتى هما العمليات التقنيه ديالهم تما. اول حاجه داروها هزوا البصمات. لحسن الحظ باقين البصمات ديال الجثه باقين صاينين. تهزوا هذوك البصمات وتهزات واحد العينه من الجثه باش يتعرف الحمض النووي ديالو، لادين ديالو، باش الا جا شي واحد قال لك ودي هذاك راه تنشك فيه ولدي ولا هادي، باش يتحيد ليه الدم وتقارن مع لادين ديال هذا اللي قال من العائله ديالو مع لادين ديال الجثه. هذا هو الهدف من هذيك العينه اللي تهزات من الجثه. من بعد غادي تهز الجثه على متن النقل ديال الاموات، سياره نقل الاموات، وغادي يمشي
المستودع الاموات باش تخضع الجثه للتشريح الطبي. من بعد غادي نديروا واحد العمليه تمشيطيه بعين المكان، لعل وعسى نلقاو شي حاجه اللي عندها ارتباط بهذه الجثه هذه، شي اثار، شي حاجه اللي نقدروا نستمروها وتقدر تعاوننا في الفك ديال هذا اللغز اللي كيبان عويص جدا. من بعد ما دارت هاد العمليات وبعد ما اكدوا لنا الناس ديال الدوار بان السيد مجهول، وبعد ما كملنا المعاينات ديالنا، هنا غادي ندوزو للبحث. اول واحد غادي نستمعوا ليه هو الشخص الاول، الانسان الاول اللي لقى هذيك الجثه. شكون هو اللي لقاه؟ واحد راعي الغنم، واحد السيد كان تيرعى الغنم ديالو تما، هو اللي لقاه. استمعنا ليه، قال لك اودي انا مولف ديما كنرعى هاد الغنم هادي وكنجي لهاد المناطق هادو من الصباح حتى العشيه، وقال لك بان البارح راه كنت في هاد البلاصه ما كانتش هاد الجثه. قال لك هاد النهار قال لك جيت مع الصباح كالعاده كنرعى الغنم، قال لكم ما كنرجع تقريبا حتى لمور العصر عاد كنمشي. قال لك فاش كنت غادي راجع في حالتي، قال لك مع كان بدا من هنا، قال لك تبدا ترعى الغنم، قال لك حتى كتسالي نمشي من هنا. قال لك فاش وصلت هاد البلاصه هادي كنلقى الجثه. قال لك هي هذيك علمت المقدم وعلمت الناس ديال الدوار باش علمكم المقدم باش جيتوا. قال لك انا هاد السيد ما عرفتوش وما عندي حتى شي معلومات بالخصوص هاد الجريمه ديال الشنيعه ديال القتل. هادشي هذا هو التصريحات ديالو. ومن خلال المعاينه ديال الجثه كيبان بان الجثه يلاه تقتلت حديثه العهد، مازال ما عطاتش الريحه، خصوصا ان الفصل فاش وقعت هذه الجريمه هذه كان فصل الصيف، كان شهر 8، وكتعرفوا الحراره في شهر 8، يعني كنت تقتل بيومين قبل ولا غادي يعطي الريحه. هذا هو الاستنتاجات اللي استنتجناها. ومن بعد غادي ندوزو نستمعوا لمجموعه ديال الناس ديال الدوار اللي كانوا تما. استمعنا لهم تباعا، كلهم التصريحات ديالهم بحال تيقول لك بان هذا السيد هذا ما كنعرفوش وما عندنا شي معطيات على هذه الجريمه. هادشي اللي كان في هاد التصريحات ديالهم كاع اللي خديناها. الجوار الناس اللي نقدروا نستمعوا لهم اللي عندهم الديور تما قراب، ما كاينينش الديور تما. البلاصه فين تلقات هذه الجثه بعيده على الناس ديال الدوار. وكانت واحد الاشاره باش ما نغفلهاش، كيبان بان الجثه ما تقتلاتش تما، لحقاش ما كانتش نقطه واحده ديال الدم، وهو فيه الطعنات، وفاش كيكونوا الطعنات غادي يكون نزيف دموي، ما كاينش الدم تما، يعني الجثه تقتلات في شي بلاصه وترمات تمايا. هذا هو الاستنتاج اللي استنتجناه باش ما نغفلوش. انا قلت لكم من بعد غادي نواصلوا الابحاث ديالنا. كما قلت لكم الديور ما كاينينش تما، السكان ما كاينينش، ديك البلاصه خاليه من المره ومن السكان وجات قريبه لواحد الغابه. من بعد تعلمات النيابه العامه بهاد المعطيات اللي توصلنا بها، وعطاتنا التعليمات باش نعمقوا البحث واجراء جميع التحريات الضروريه قصدا باش نحددوا الهويه ديال الضحيه وباش نتوصلوا للجاني. غادي نشوفوا الابحاث واش غادي توصلنا لشي حاجه. هذا السيد ما عنده لا تليفون لا حتى حاجه، باش الا كان غير التليفون تقدر تستثمروا، يقدر يعطيك شكون هو داك السيد. غادي دار خبره وغادي على المكالمات الوارده والصادره على داك الرقم النداء ديالو، وغادي تلقى شي واحد اللي كيتعيط معاه تمشي تستمع ليه ديال من هذا الرقم غادي يقول لك هذه ديال فلان، وهذا انت شخصتي الهويه. ولكن للاسف ما عنده حتى شي حاجه، لا اوراق ثبوتيه لا حتى حاجه. من بعد ملي كملنا هذه العمليات وبعد ما كملوا الناس ديال التشخيص القضائي المعطيات ديالهم، التحقنا بالمستشفى باش نديروا عاوتاني معاينه اخرى، معاينه ثانيه بعد ما تجردت الجثه من هذوك الملابس. من خلال هذيك المعاينه اللي دارت في مستودع ديال الاموات ما لقيناش شي حاجه، كان اثار ديال العنف، اثار ديال الضرب كانت باديه على الجثه، بالاضافه لدوك الطعنات. هادشي اللي قدرنا نعاينوه على الجثه. من بعد غادي نرجعوا لابريكاد وبدينا التحريات ديالنا المعمقه، نحاولوا نتوصلوا على الاقل للتحديد ديال الهويه، شكون هو هذا السيد هذا. لحقاش الا ما عرفتيش الهويه ديالو كيتسدوا عليك البيبان، ما كيكونوش عندك الطرقان اللي تتبع في البحث باش تفك هذا اللغز هذا. كنقولها لكم ديما، فاش ما كتعرفش الجثه راه مشكل عويص بالنسبه لضباط الشرطه القضائيه، واول حاجه خصهم يفكوها هو يتوصلوا للهويه ديال هذا الشخص. نتمناو
هذوك البصمات اللي ترفعوا يعطيو شي نتيجه. الا كان مصاوب لاكارت بقاش، الا ما مصاوبش لاكارت ما غتعطيش البصمات شي نتيجه، والا ما كانش مصاوب لاكارت الا كان مدوز شي عقوبه سجنيه راه غادي تكون البصمات ديالو. الامل ديالنا كبير، درنا الاجراءات الضروريه اللي خصنا نديروها والكمال على الله. رجعنا كما قلت لكم بقينا كنعمقوا كنتواصلوا مع مصادر المعلومات ديالنا. شحال من واحد من الناس اللي كنعرفوهم كنهزوهم ونديوهم المستودع ديال الاموات وكنعرضوا عليهم الجثه، ولكن حتى واحد ما قدر يتعرف على الجثه ديال هذا الضحيه وهذا الهالك هذا، خصوصا كما قلت لكم الملامح ما بقاتش باينه. التحريات اللي درناها ما عطاتش شي نتيجه. دازت واحد 3 ايام ولا 4 ايام خرج تقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي كيقول لك بان السيد راه كان في حاله سكر، وان السبب ديال الوفاه ديالو هما دوك الطعنات اللي عنده في الصدر، وبالخصوص الطعنه القاتله كانت هذيك الطعنه اللي كانت عنده على مستوى القلب. هذيك الضربه اللي كانت على القلب هي اللي فضات معاه. هذا الشيء اللي كان في التقرير ديال التشريح الطبي. ما كانتش شي معطيات اللي تقدر تفيد، وبقى الامل ديالنا هو نتوصلوا بالنتيجه ديال الرفع ديال البصمات. دازت تقريبا 10 ايام 11 يوم على هذه القضيه هذه. كتجي واحد النهار واحد السيده امراه مسنه تكون عندها تقريبا فوق 70 عام، جات لابريال. السيده مسكينه كانت بنت الباديه، ما كانتش عندها شي درايه وشي تجربه في الاداره وفي هذه المشاكل. جات مسكينه كتقف دابا شنو كاين. قالت لك اودي راه وصل ولدي راه غبر علينا تقريبا راه 10 ايام هذه ولا 11 يوم ما جا للدار، وماشي من عوايدو ما يجيش. قالت لك تيغبر نهار يومين ولكن تيرجع وراه غبر. قالت لك وراه سمعت بان انتوما يا جدرميه ديال هذه البلاصه هذه راه لقيتو شي شاب مقتول. قلنا لها ولدك واش كتعرفيه، واش عندك شي علامه باش تعرفيه؟ قالت لك ودي انا كنعرفو بحوايجو. قلنا له واش عاقله على الحوايج اللي كان لابس فاش كان خارج؟ قالت لك ودي ما نقدرش نقول لكم، ولدي كيبدل وانا مره ما بقاش عندي الشوف، الحوايج ما نقدرش نعقل، وشي علامه راه ما تنعرفهاش. الوجه راه نعرف، الوجه للاسف ما غاديش تعرف. مشينا معها عفوا مشينا معها للمستشفى باش نعرضوا عليها هذيك الجثه. ملي وصلنا وعرضنا عليها الجثه بعد ما تواصلنا مع اداره ديال المستشفى، تعرضت الجثه على ديك السيده المسنه، ولكن للاسف ما قدرتش تجزم، واش ولدها ولا ماشي ولدها. علاش؟ كما قلت لكم لان هذيك العافيه كلات ليه وجهه ما بقاتش الملامح ديال وجهه باينه. هنا ما كاينش جزم. اش غادي نديروا؟ غادي نهزوا واحد العينه ديال الدم ديال ديك السيده وسولناها على الاب ديالو فين هو. قالت لك ودي الاب ديالو توفى ما يزيد قلت لك على 8 سنين باش توفى الاب ديالو. لذلك تهزات واحد العينه ديال الدم لديك السيده ومشات للمعهد ديال الابحاث الجنائيه ديال الدرك الملكي باش تقارن مع لادين ديال ديك العينه اللي تهزات من الجثه واش فعلا ولدها ولا ماشي ولدها. تهزات ديك العينه مشات عبر السلم الاداري والسيده استمعنا لها، وفي التصريح ديالها كتقول لك بان هاد الجثه اللي عرضتوا عليا ما نقدرش نجزم واش ولدي ولا ماشي ولدي، ولكن انا راه كنأكد لكم بان ولدي راه اختفى. والمده اللي كتقول اختفى فيها تقريبا بحال المده فاش تلقات هذيك الجثه. هي كانت تقول تقريبا شي 11 يوم، الجثه كنا لقيناها حنا بشي 10 ايام، يعني تكون الجثه يلاه مات بشي 24 ساعه ولا ما كاملاش. يعني كاين تطابق مجموعه ديال المسائل، ولكن ما يمكنش تجزم خص تكون واحد الادله دامغه، ادله علميه دامغه عاد تقدر تقول بان راه ولدها وتسولها على ولدها. المهم شدها عند العنوان ديالها عندنا وقلنا ليه غادي تمشي، ونهار غادي تخرج شي نتيجه الا بان ولدك راه غادي نتواصلوا معك، راه غادي نتواصلوا لحقاش هي كانت ساكنه ماشي في المنطقه ديال النفوذ ديالنا، كانت ساكنه في المنطقه ديال النفوذ ديال واحد المركز ديال الدرك الملكي كان محاد معنا. الا بغيناك راه غادي نعيطوا للجدرميه ديالكم نتوما وراه غادي يجيو عندك وغادي يقول لك يستدعيوك باش تجي عندنا. قالت لك مرحبا وليداتي عافاكم، الا بانت شي حاجه
باش نهنا تانايا علموني. قلنا لها كوني هانيه المهمه، سيري الله يعاونك. مشات دازت تقريبا شي من مور فاش جات هاد السيده هادي، دازت تقريبا شي 15 يوم ولا اللي دازت، ولا 20 يوم تقريبا، كتجي النتيجه ديال الرفع ديال البصمات. الرفع ديال البصمات من خلال دوك البصمات اكدات بان هذاك الشاب ولد ديك السيده، هذاك ولدها. ومن موراها جات النتيجه ديال لادين، بان بان كاين تطابق في لادين، تطابق تقريبا بواحد 98% ديال التطابق اللي كاين، يعني هذاك ولد ديك السيده، غير ما قدرتش تعرف عليه لحقاش الملامح د وجهه كما شرط لكم راه ما بقاتش معروفه. هنا ملي تحددت الهويه ديال هذا السيد، وكان هاد النتيجه ديال الرفع ديال البصمات كشفات واحد الحقيقه اخرى عاوتاني، واحد المعطى اخر، بان هذاك الضحيه كان مبحوث عليه، كان روشيرشي عند المصالح الامنيه ديال الدرك الملكي، وكان عند المصالح ديال الشرطه ديال واحد المدينه اللي كانت قريبه، وكان مبحوث عليه من اجل الاتجار في المخدرات. هنا ملي عرفنا هذه المعطيات كان التخمين ديالنا والفرضيه ديالنا بان هذا السيد هذا راه قتلو شي واحد في اطار التصفيه ديال الحسابات اللي كتكون بين البارونات ديال المخدرات. غير هو ما كانش شي بارون اللي سميتو كان غير شي حاجه، حتى من الحاله ديالو وحتى الممتلكات ديالو ما كانتش عنده شي حاجه، يعني غير تيقشقش. وكانت عنده عده ادانات، تقريبا شي 4 المرات كيدخل الحبس ويخرج، وكل دوك الدخلات اللي دخل ودوك الادانات القضائيه كلها السبب ديالها هو الاتجار والترويج ديال المخدرات. هنا ملي عرفنا السيد راه هو ولد ديك السيده، مشينا انتقلنا عند ديك السيده واستمعنا ليها في واحد التصريح مفصل. قلنا لها بان هذاك السيد راه ولدك، وراه كاين معطيات وادله علميه اللي كتثبت بان هذاك ولدك. وقلنا لها ولدك واش كان تيدير؟ قالت لك ودي ولدي الله يهديه راه كان الله يرحمه، راه قالت لك كان تيبيع ويشري في المخدرات، قالت لك هذه هي الحرفه ديالو. قلنا لها دخل الحبس، قالت لك دخل وخرج شحال من مره. المهم قالت لك ودي ما عقلتش، المهم ولدي راه كيدخل ويخرج، شحال مره كيجيو يديوه الجدرميه. قلنا لها ولدك واش عنده شي عداوه مع شي واحد؟ ما عمره ما قال لك بان شي واحد كيهددو ولا عنده شي نزاع مع شي واحد؟ قالت لك ودي انايا راه ما كنعرفش، ما كيقول لي والو، هو اللي كيصرف عليا وهو اللي هزني، لا اقل ولا اكثر، داك الشيء ديالو ما عنديش به علم. قلنا لها شكون الاصدقاء ديالو؟ قالت لك ودي والله ما نعرف وليداتي، راه كيخرج، انا قليل فاش كنخرج من الدار. يعني حتى التصريحات ديالها ما عطاتش شي حاجه اللي تقدر باش تفيدنا، ولكن غادي نستعنوا بالعناصر ديال الدرك الملكي اللي كاينين في ديك لا بريغاد فين ساكن هذا السيد هذا. بالفعل العناصر ديال داك المركز كيعرفوه. قال لك اودي راه درنا ليه مذكرات بحث، كانوا عنده 3 ديال المذكرات البحث اللي كانوا عنده، عاد زيد 2 كانوا عنده من عند الشرطه. هنا ملي تعرف راه مات كيدار داك التوقيف ديال البحث، ما تيبقاش دوك الريشيرش خصها تحبس. علاش؟ لحقاش السيد راه مات، وفاش كيموت الانسان كتسقط المتابعه القضائيه، ما تتبقاش. هادشي اللي وقع السيد راه توفى مشى. هنا غادي نحاولوا حنا ماشي حنا اللي ساكنين تما، وماشي حنا اللي مختصين ترابيا تما وما عندناش مصادر ديال المعلومات اللي نقدروا نسولوهم، لذلك غادي نستعنوا بالدركيين ديال ديك لابريغاد، هما اللي غادي يعاونونا في هذا البحث، لحقاش هما اللي عارفين الناس وعارفين الاصدقاء ديال هذا السيد، وعطاونا مجموعه ديال الاسماء. مشاو استدعوهم، جاو الاصدقاء ديالو، استمعنا لهم كاملين تيقول لك بان داك السيد بالفعل كان صديق ديالنا، ولد الدوار عندنا، كنجلسوا معاه هادي، ولكن ملي ولا كيتاجر في المخدرات وسميتو ولات اللقاءات ديالنا قليل فاش كنتلاقاو معاه. اخر مره تلاقيت معاه كاين اللي كيقول لك ما تلاقيت معاه 15 يوم هادي، كاين اللي كيقول لك تلاقيت معاه 20 يوم هادي، وكلهم غادي نحاولوا نسولوهم على ذاك النهار فاش تقتل، النهار اللي قبل ما نلقاوه حنايا فين كنتي. الاغلبيه تيقول لك ودي ما عقلتش، تيبدا يرد السين تاع اللور تيقول لك ودي ما عقلتش، راه داز دابا مده ما نعقلش ذاك النهار فين كنت. واش ما عمر كان عندك شي نزاع مع هذا السيد؟ لا، ما عمره كان عندي معاه شي نزاع. واش هذا السيد هذا ما عمره عاود لكم راه عنده شي عداوه مع شي واحد ولا؟ قال لك لا والو.
استمعنا تقريبا ما يزيد من 15 تصريح، يعني 15 شخص لما استمعنا من الناس ديال الدوار اللي كيعرفوا الضحيه. حتى واحد فيهم ما عطاش شي معطيات اللي تقدر تفيد. ورجعنا على امل نواصلوا الابحاث ديالنا، لحقاش ما غاديش نحبسوا واخا ما توصلناش لشي نتيجه. ما خصناش نفقدوا الامل، راه روح هذيك وراه انسان هذاك وتقتل بواحد الطريقه بشعه، تمثل بالجثه ديالو. يعني هذيك واحد الامانه فوق الكاهل، فوق العاتق ديالنا، خصنا نفكوها ونديروا مجهودنا باش نكون الضمير ديالك مرتاح مع مولاك. دير مجهودك والكمال على الله، ماشي تشد وتستمع لدوك الناس ما لقيتش صافي الله يعاون. احنا ما غنحبسوش، وبقينا كنقلبوا وبقينا كنسولوا، وبقاو كيعاونونا الدركيين المختصين ترابيا تما. رجعنا ذاك النهار ملي دازت يومين كيتصل قائد المركز ديال ديك المنطقه فين كان ساكن هذا الهالك. اتصل بقائد المركز ديالنا وقال لي اودي راه كاين واحد السيد عنده شي معطيات، راه جا عندي الله بريغاد دابا وعاودهم لي، وراه هو عندي هنا في البريغاد. تما طلب منا قائد المركز باش نتحزموا، ومشينا عاوتاني كنجريو لديك البريغاد. هذيك البريغاد كانت تتبعد علينا تقريبا شي 35 حتى 40 كيلومتر. ملي وصلنا لقينا بالفعل واحد الشاب عنده 38 39 حتى 40 سنه، لقيناه جالس تما عند الجدال. سلمنا على داك قائد المركز، قال لك هو السيد اللي جا عندي بغى يعطي يدلي لكم شي معطيات اللي تقدر تفيدكم. استمعت لذاك السيد بالحضور ديال قائد المركز ديالي وباقي العناصر رفاقي في السلاح. استمعنا ليه، عمقنا معاه البحث. هذا السيد غيعطينا مجموعه ديال المعطيات، يقول لك بان الهالك راه كانت عنده واحد العداوه كبيره مع واحد السيد. شكون هو؟ قال لك ودي عنده عداوه مع واحد التاجر ديال المخدرات اخر. علاش هاد العداوه؟ قال لك ودي هذاك التاجر ديال المخدرات اللي عنده معاه عداوه، قال لك كانت عنده واحد البلاصه كيقولوا ليها المراره، كيقول ليها القاعه، كل واحد المناطق بالعاميه ديالنا، البلاصه فين كيروج. وكتعرفوا تجار المخدرات كيعطيو اهميه كبيره للبلاصه فين المكان اللي كيروجوا فيه هاد الممنوعات ديالهم. علاش؟ لحقاش كتكون البلاصه معروفه، الناس دوك الزبناء هذوك اللي مبليين كيجيو للبلاصه، يعني الا مشى بدل البلاصه ما غيبقاوش الكليان يلقاوه. هذاك كان دخل مول ديك البلاصه، مول ديك المراره، دخل الحبس، والهالك كان خرج من الحبس وشد ليه هذه البلاصه هذه ولا كيبيع فيها. الاخر ملي خرج من الحبس تيقول ليه ديك البلاصه انا اللي كنسربي فيها، غادي تخوي منها. الاخر قال لي ما غاديش نخوي، غادي تخوي ما غاديش نخوي، غادي تخوي ما غاديش نخوي. الاخر كان عنده بنيه جسمانيه قويه، كان صحيح ومقدر، هذا اللي مات. الاخر كان ضعيف وكان غالب عليه الضحيه. وعاودنا هذا السيد قال لك بان واحد النهار جا عنده هذاك قال لي غتحيد ما غتحيد، قال لك شدوا الهالك عطاه دقه ديال العصا وجري عليه من تما. قال لي ما باقيش تعاود الدور بيا هنايا، انا اللي غنجلس هنا، واش عندك التيتر ديالها، واش انت شاري هذه البلاصه؟ المهم غلب عليه مشى في حالته. قال لك هادشي اللي نقدر نقول لكم، ربما هذا الصداع هذا يقدر يكون سبب في الوفاه، يعني هذاك السيد يقدر يكون هو اللي قتلو. قال لك ماشي كنجزم، ولكن راه كشفت لكم واحد النزاع وواحد العداوه وواحد الحقد كاين بين هاد الجوج هادو. والسبب ديال هاد العداوه كما قلت لكم هي المراره، البلاصه فين كيتسربى هاد الممنوعات هادو. ملي استمعنا لهاد السيد بخصوص هاد المعطيات، خدينا التصريح ديالو المفصل بشكل رسمي وسننا على المحضر ديال على التصريحات ديالو. اتصلنا بالنيابه العامه، علمناهم بهذه المستجدات، وقال لك هذا السيد خصكم تشوفوه فينا هو. هذا اللي غادي نقلبوا عليه، اللي كشفنا على الهويه ديالو، اللي حتى هو تاجر ديال المخدرات، غادي نقلبوا عليه نسولوا عليه العناصر ديال تما. قال لك حتى هو عنده الريشيرش، راه هز راسو ما كيجلسش في بلاصه واحده. المهم قلنا اليوم غادي تعاونوا معنا وغادي تجمعوا عليه معطيات معلومات البلاصه فين كيكون، لحقاش حنا ما عندناش المصادر ديال المعلومات تما اللي يعاونونا، وهما اللي مختصين ترابيا، هما اللي كيعرفوا الناس ديال الدواور تما، يعني هما اللي غادي يعاونونا. حنا ما كنعرفوا واحد، حنا برانيين تما، لذلك هما على من غادي نعتمدوا في هذه المساله. العناصر تعبئوا كاملين وعلى راسهم قائد المركز اللي عطى اهميه قصوى لهذه القضيه هذه، وجمع اكبر عدد ديال المعطيات وبدا كيتحرى على هذاك حتى توصل الى انه راه تيكون في واحد الدار. وعلم قائد المركز ديالنا، وواحد الصباح كالعاده
مع 4 الصباح نضنا، مشينا بالعدد الكافي، تقريبا كنا مشينا ب8 ديال الاشخاص، 8 ديال الدراكيين، معنا قائد المركز، ومشينا لديك لابريغاد حتى هما وفروا شي 6 ديال العناصر معاهم قائد المركز، ودرنا واحد الخطه محكمه، ومشينا مازال ما طلعش النهار. مشينا للبلاصه اللي دانا ليها هذاك قائد المركز والعناصر ديال ديك لابريغاد المختصه ترابيا. درنا حاصرنا هذيك الدار اللي نعتو ليه كانت جايه في واحد البلاصه معزوله، وجايه في الراس ديال واحد الجبل، وكان عندها واحد الموقع استراتيجي. الا جلستي حتى النهار عاد مشيتي مولاها غادي يبدا يتفرج فيك، غادي يشوفك، مازال ما وصلتيش لعندو غادي يهرب. وكاين واحد العقبه، كاين تيران اكسيدونتي، كاين عقبات تمايا. وفضلنا باش نمشيو مازال الظلمه باش نشدو بلايصنا قبل ما يطلع النهار. هذاك الشيء اللي درنا، حاصرنا ديك الدار، وملي وصلت الوقت، ملي وصل الوقت القانوني ديال التفتيش ديال المنازل عفوا، ملي وصل التوقيت القانوني ديال التفتيش ديال المنازل، دقينا هذاك الباب حتى كيخرج عندنا واحد الشاب تكون عنده 28 سنه ولا. مجرد ما شافنا بغى يعاود يرد الباب، ولكن كنا يقظين ما خليناهش يرد الباب. مجرد ما حل الباب بغى يعاود يردو كلينا الباب واقتحمنا عليه المسكن، وحاول باش يهرب، ولكن تبعناه وشديناه ولقيناه بوحدو تما، ولكن ماشي هو الشخص اللي كنقلبوا عليه. لقينا واحد حتى هو كان بحوث عليه من اجل تجاره المخدرات، وكان هو اليد اليمنى ديال هذاك اللي كنقلبوا عليه، وحتى هو كانت عنده مذكرات بحث. حتى هذا كان روشيرشي من عند ديك لابريغاد. ملي شديناه بلا ما نسولوه، بلا ما نقولوا ليه حتى شي حاجه، وعباد الله انا بغيتو تركبوا لي الروح، والله ما انا، والله ما قلنا لي شكون هذا اللي قال لك فلان هو اللي قتل. انا والله ما قتلت، انا والله ما درت شي حاجه. شكون هذا فلان هذا؟ قال لك فلان هو داك التاجر المخدرات. يعني هذاك الشيء اللي قال هذاك السيد المصرح اللي جا عند الجدان وقال لنا ودي راه تيدابزوا على القاعه، راه من الممكن باش يكون هذا هو السبب ديال القتل، ويكون هذاك هو اللي قتل. يعني كان صائب في التخمين ديالو، والتخمين ديالو عطى نتيجه. والف شكر لذاك الشخص اللي جا عن طواعيه، ما استدعى حد ما والو. الضمير ديالو اللي هو اللي فيقو، والضمير ديالو هو اللي خلاه يجي لابريغاد عن طواعيه ومن تلقاء نفسه، ويدلي لنا بديك التصريحات اللي عاونتنا باش نعرفوا شكون هو القاتل الحقيقي. جبنا هذاك لابريغاد تما ديال ديك لابريغاد، سمعنا ليه، قال لك اودي انا راك تجالس هذاك النهار اللي مور القتيله، كنت جالس مع فلان وفلان، واحد التاجر ديال المخدرات هو واحد صاحب اخر. قال جالسين كنشربوا، قال لكم يجبدوا لي قالوا لي راه باباه الاخر صفينا عليه. قال لك انا ما كانش في خباري بان راه تقتل، صفينا عليه، راه غدا غادي نمشيو نخدموا في ديك البلاصه، راه ديك القاعه صافي. هذاك كي قتلتوه قال لي راه بعدا مع الشراب، وبعد ما فقدوا الوعي ديالهم قال لي بداو كيهضروا معايا، ما خداوش الاحتياطات ديالهم. قال لي بقاو تيعاودوا لي الوقائع كامله. درنا الاتصال بالنيابه العامه، قال لك هذا حتى هو يدار تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، واستمعوا ليه العناصر ديال داك المركز الدرك الملكي بخصوص ديك المذكرات ديال البحث اللي كانت عنده بخصوص الترويج ديال المخدرات، وحنا ديناه على اساس هذيك الجريمه القتل البشعه. ملي عطانا هذه المعطيات وقلنا لي غادي تقول لنا فين كاين فلان وفلان، قال لك غادي نديكم البلاصه فين كيتخزنوا. قال لك في واحد الغار، قال لك راه ما بقاوش كينعسوا في الديور وما كتلقاوهمش في الديور، راه واحد الغار فين تيكونوا. فين كاين هذا الغار؟ نعتنا واحد البلاصه في واحد الجبل، وهذيك البلاصه تابعه لواحد المركز ديال الدرك الملكي اخر عاوتاني ثالث، ماشي هذاك اللي كان محاد معنا، ديال واحد المركز اخر محاد مع ديك لابريغاد اللي مشينا ليها. تما كان فاش شدينا هذا كان نهار، الا مشينا طلعنا لذاك الغار اللي قالنا هذا السيد بنهار يقدر يشوفنا، وغادي تفشل العمليه، وغادي يطج، وغادي يزيد مع الطريق وما غنشدوش. بحال هاد الحالات هادو وبحال هاد العمليات هادو كيبغيو التأني وكيبغيو الدراسه، تدرس جميع الامور ديالك، خصك تضبطها باش تمشي مره واحده تشدو وترجع. اما الا مشيتي وفلت لك من القبضه ديالك وهرب، راه صافي
هذاك عمرك ما غادي تشدو، وإلا شديتيه راه غادي تشدو على مده. علاش؟ لحقاش غيهز راسو من ديك البلاصه وغياخذ الاحتياطات ديالو، وغادي يعرف راسو بان راه انكشف الامر ديالو، راه ولا تعرف بانه هو اللي قاتل، يعني غادي تولي صعوبات في التوقيف ديالو. لذلك قررنا نجلسوا حتى الغد ليه وغنضربوا بالليل. نضنا مع 3 الصباح، وكان قائد السريه القبطان اللي كان معنا جاب لنا العدد الكافي ديال العناصر من جميع المراكز، ومشينا تقريبا بشي 30 واحد باش مشينا، وكل واحد منين جا، شي جا من ديك الجهه، شي جا من هذه الجهه، شي جا من هنا، شي جا من هنا. تفرقنا 4 مجموعات باش نجيو، وحنا كنتواصلوا بعضياتنا في التليفونات باش نحاصروا، باش حتى الا شافنا وهرب غادي يهرب، غادي يلقى العناصر من ديك الجهه. هرب لهاد البلاصه لهاد الجهه غادي يلقى العناصر في هاد الجهه، هرب لهاد الجهه، وإلا جا عندنا راه غادي نشدوه. هذه هي الخطه اللي كنا درناها. ومشينا بالليل وبقينا طالعين شي جبال وجبال، الهوده ديالهم والحدوره ديالهم بحال هكا، وبقينا طالعين طالعين طالعين. بالفعل كانوا 2 تمايا. مجرد ما اقتربنا لهم شعلوا البيل، واحد البيل كان الضو ديالو مجهد، وبداو كيضويو وحسوا سمعوا الحس. ملي سمعوا الحس هربوا مشاو للجهه الاخرى. يعني التخمين ديالنا كانت في محله. تواصلنا مع العناصر، مع كيبان لنا الضوء راه مشى للجهه الاخرى. تواصلنا مع العناصر قلنا لهم احنا جايين، راه حنا كنسربيو وراه غادي نزيروهم من هنا، راه جايين جهتكم. ايوا ردوا البال، راهم عندهم الضوايه، وحاولوا ما تحركوش، نتوما بقاو في البلاصه ولبدوا ليهم تمايا حتى يوصلوا لعندكم وغتشدوهم. اما الا بقيتوا كتمشاو راه غادي يحسوا بكم حتى نتوما، ونبقاو هنايا يبقاو تالفين لينا. داكشي اللي داروا دوك العناصر. الحمد لله كان ديك البلاصه مغطيه كلها بالشجر، كان الشجر ديال الصفصاف، والدراري كانت الظلمه. العناصر كل واحد شد واحد البلاصه والبد. حنا ملي شفناه راه غادي، حنا بالعاني بدينا كنجريو وكنزربوا، هما تيبانوا لنا راهم بالضوايه غاديين تيهربوا. واحد الوقيته تيطفيو الضوايه. ملي طفات الضوايه بقينا حنا غاديين في ذاك الاتجاه فاش كانوا غاديين. واحد الوقيته حنا قربنا نتلاقاو مع الزملاء ديالنا، حتى كيتلقى قائد المركز الاتصال من قائد المركز اللي كاين تما في ديك البلاصه، قال لي صافي راه شديناهم ب2. الحمد لله سهل فيهم الله وطاحت ورقتهم. شديناهم جبدناهم ومشينا لذاك الغار. ذاك الغار غادي نقلبوه، غادي نلقاو فيه لاكارت ديال داك السيد الضحيه اللي مات، وغنلقاو الهاتف ديالو كان تما. حجزنا هاد المسائل هادو وجبناهم الله برياد، ووجهناهم بالتصريحات ديال هذاك اللي كان عندنا مشدود تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، اللي اكد في التصريحات ديالو بانه راه كان تيشرب كما قلت لكم، وراه فلان وفلان قالوا ليه هما اللي حنا اللي قتلنا فلان، تحت التاثير ديال الكحول بعد ما فقدوا، كان ما بقاوش في كامل القوى العقليه ديالهم. اما كون كانوا في كامل القوى العقليه ديالهم محال واش غادي يعترفوا بهذا السر هذا، غادي يخليوا هذا السر. ولكن الشراب هو اللي خلاو، والروح كما كيقولوا عزيزه عند الله. تعيا الانسان ما يحظي، عيا الانسان ما يخطط، ولكن ربي كبير. الحمد لله سهل الله في هاد الناس. جبناهم وجهناهم بهذه المعطيات وبتصريحات ديال هذاك، ما لقاو ما يقولوا اعترفوا تلقائيا، وقال لك بالفعل بان هذاك راه منافس ديالي، ورانا كنت في الحبس. وقال لك انا واحد البلاصه هي اللي كنروج فيها هاد الممنوعات. قال لكم اللي خرجت من الحبس لقيت بان الضحيه راه استولى عليها. قال لكم حاولت حبيا باش يخوي لي هذيك البلاصه، قلت لحقاش ولات دالي حتى الزبناء ديالي داهم. قال لك دا الزبناء ديالي والزبناء ديالو، وانا ما بقيت كنبيع والو. قال لك ما بقاش عنده الرواج. قال لك هذه هي النقطه اللي خلاتني، قال لك مشيت تبريت منه. قال لك ولكن هو صحيح عليا. قال لك شدني واحد النهار تكرفس عليا وضربني وقال لي سير في حالاتك، نهار باقي تجي هنا غندقدقك. قال لك انا ما قديتش عليه. قال لك واستعنت بهذا الصديق ديالي. قال لك وغفلناه. قال لك واحد النهار كان جالس كيشرب في واحد البلاصه، قال لك جمعنا عليه معلومات كامله حتى عرفناه فين كاين. قال لك وترصدناه. قال لك هو شارب فقد الوعي ديالو. قال لك تلاح عليه هذا الصديق ديالي، شل ليه الحركات. قال لك انا بديت عليه بالموس. قال لكم من بعد هزيناه. قال لك وديناه لديك المنطقه فين لقيتوه. قال لك كتفنا ليه يديه ورجليه. قال لك المهم هو خلاص راه كان مات. قال لك ملي مازال فيه الروح راه كتفناه. قال لك علاش؟ لحقاش خفنا منه. ملي تضرب ديك الضربه للقلب قال لك باقي تيخرخر،
قال لك كتفنا ليه يديه ورجليه، خفناه لا ينوض، قال لك يتكرفس علينا لحقاش كما قلت لكم كان مقدر وصحيح. قال لك هزيناه. باش هزيتوه قال لك هزيناه بواحد الحصيره، داروه في واحد الحصيره وبقاو قال لك تنعياو ونحطوه، قال لك ديناه بالليل. قال لك وصلنا لديك البلاصه تقريبا شي 5 الصباح. قال لك دينا معنا ليسانس، قال لك كبيت عليه ليسانس على وجهه، قال لك حرقته شعلت فيه العافيه، قال لك باش ما يتعرفش شكون هو. قال لك وجيت في حالتي. هاد الحصيره باش هزيتوه فينا هي دانا لديك الحصيره. الموس باش قتلتيه قال لك راه كاين في الدار، مشى عطانا الموس ديك اداه الجريمه. هذاك صاحبو حتى هو ملي اعترف، هاد خينا حتى هو اعترف بكل سهوله وقال لك هادشي اللي كاين، وراه داكشي اللي قال لكم هو اللي كاين، وانا راه غير عاونته. قلنا انت ماشي عاونتيه، انت راك مساهم بشكل مباشر في هذه الجريمه. باش يعرف المشاهد الكريم كما طرقت سابقا، راه كاين الفرق بين المشاركه وبين المساهمه. المشارك هو اللي كيشارك في العمليه بشكل غير مباشر. مثلا كتجي عنده كتقول له، كيقول لك هاكا المس باش تقتل فلان، كيعطيه هو غير المس، ما كيحضرش في القتيله. ولكن المساهم تيكون حاضر وتيدير حتى هو يديه، بحال هذا عنده المساهمه ماشي المشاركه. غير باش توضح الصوره، لحقاش كاين اللي كيسمع المشاركه كيقول راه شارك معاه. لا، المشاركه كتكون بشكل غير مباشر، المساهمه كتكون الدور ديالو دور مباشر في ديك الجريمه. فاش بحال هذا عنده المساهمه، وكان حتى هو متورط في جريمه القتل، وعنده واحد القسط اللي هو كبير في هذه الجريمه، لحقاش هو اللي شل الحركات ديال داك السيد، هو اللي تلاح عليه باش ينوض الاخر باش يضربه. ملي حجزنا هذيك الحصيره باش يهزوه، وحجزنا اداه الجريمه، ومشينا درنا واحد العمليه تفتيش، نعتنا فين تيخزن المخدرات، الجنب ديال واحد الواد فين تيخزن المخدرات ديالو. تحجزت ديك المخدرات، هذيك المخدرات خلاص هذيك جنحه دار ليها محضر مستقل، داروه العناصر ديال داك المركز ديال الدرك الملكي اللي مختصين ترابيا. اما حنا غادي نديوه باش غادي نبحثوا معاه في القضيه ديال القتل اللي كتمثل جنايه. عنده القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتمثيل بالجثه. بقاش يمثل بالجثه، باش تحرق الجثه راك مثلتي بها. هنا تدونات التصريحات ديالهم والاعترافات ديالهم بجوج، درنا الاتصال بالنيابه العامه، قال لك الوضع ديالهم تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، هما دابا ولاو 3. الغد ليه غادي نمشيو نديروا العمليه ديال اعاده التمثيل ديال الجريمه. عاودنا هذيك الاطوار ديال التمثيل ديال الجريمه، وتوثق هذا الاجراء بصور فوتوغرافيه اللي غتشكل لوحه الصور الفوتوغرافيه اللي غترفق مع المسطره. وبعد ما كملت المده القانونيه ديال الحراسه النظريه، غادي نقدمهم امام انظار السيد الوكيل العام، اللي بعد الاستنطاق ديالهم ب3 هاد الجوج اعترفوا بانهم اقترفوا الجريمه. الاخر قال لهم اودي انا غا قالوا لي هذاك ترفعت عليه الحراسه النظريه واطلق السراح ديالو بعد ما استنطقوا الوكيل العام، وبعد ما استنطقوا قاضي التحقيق مشى في حالته. بقاو دوك الجوج اللي ارتكبوا هذه الجريمه هذه بعد ما اعترفوا واكدوا الاقوال ديالهم اللي كاينه في محضر ديال الضابطه القضائيه. دارت لهم النيابه العامه ملتمس ديال الايداع وحالته على قاضي التحقيق. بعد الاستنطاق قاضي التحقيق اعترفوا عنده واكدوا الاقوال ديالهم اللي كاينه في محضر ديال الضابطه القضائيه، وبناء على الملتمس ديال النيابه العامه دار ليه الايداع، دار لهم بجوج الايداع في السجن، في حين ان ذاك الثالث كما قلت لكم مشى في حالته، ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه ديال القتل. وبعد ما كملوا جميع مراحل ديال التحقيق، وبعد ما وجد الملف ديالهم غيتحال على الجلسات. الملف ديالهم راج في عده جلسات، وكان صدر في حقهم واحد الحكم ابتدائي ومن بعد حكم استئنافي واللي كان حكم نهائي. تحكموا بالمؤبد باش تحكموا بجوج. كانت العقوبه في محلها، لحقاش هاد الناس داك الشيء اللي داروا لا انساني، باش تقتل واحد روح، تقتل واحد الانسان وتمثل به وتحرقه، وهذه يعني انت متجرد من الانسانيه. وشكون السبب هذا الشيء كامل؟ هي الطريق ديال الحرام، هي الفلوس. ما سخاش هذا بالفلوس، وغاديين بحال كيتاجروا زعما في شي حاجه اللي هي محلها الله، هما راه كيتاجروا في الممنوعات. هو ولا عندهم نزاع، هما ولاو تيتقاتلوا بعضياتهم، هي تهنت منهم المنطقه. وحدين مشاو للحبس، واحد مشى للروضه، وتهنت ديك المنطقه وبدات ونزلت عليها الطمأنينه والسكينه، ولاو الناس فاش تشدوا هادو ارتاحوا كاملين، وعبروا على الارتياح ديالهم.
قال لك هاد الناس راه خسروا لنا ولادنا، خسروهم بالحشيش وخسروهم بهادي، والحمد لله جاب لهم الله هاد القضيه هادي، كل شيء مشى وتهنات ديك القضيه وسدينا الستار على هاد النازله هادي. نتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه، كما اتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكما كاينين بزاف ديال المتابعين اللي كيعجبوهم القضايا ديال القتل، انا مره غندير قضايا ديال القتل، ولكن باش ما نطيحوش في الروتين، مره من كل فنين طرب كما كيقولوا. كل مره نجيب مره وحده ديال النصب والاحتيال، وحده ديال الابتزاز، وحده ديال القتل، باش ننوعوا، باش تكون الافاده المرجوه من هذا البرنامج. وكما العاده دائما اغتنم فرصه باش نرحب بالوافدين المنخرطين الجدد اللي الله التحقوا بالقناه، ونقول لهم الف مرحبا بالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. ختاما اشكركم على حسن المتابعه، واستودعكم الله